انت هتشتغل معانا بدون مقابل وبدون وعد بالتثبيت، حتى لو كنت كفاءة جيدة جدا عندنا. اي حد في الدنيا محتاج وهو بيشتغل يبقى بيفكر دايما اوت اوف ذا بوكس، بيحاول يدور على حلول يعلم بيها نفسه كل التشالنجز اللي بتقف قدامه. اقول لك على حاجه بسيطه، اول ما اتخرجت يعني انا خريج علوم قسم كيمياء جامعه الازهر، الانجليش والصيني كانوا شبه بعض تقريبا بالنسبه لنا. اي حد خريج علوم كيمياء بيبقى نفسه يشتغل بقى في شركات الادويه ويبقى حاجه، فروحنا قالوا لنا لا والله احنا عايزين صيدله وطب بس، ما بنحتاجش الناس دي. فرحت ذاكرت كمبيوتر بروجرامينج وخدت شهاده من اوراكل ان انا اوراكل سيرتيفايد بروفيشنال بعد سنه كامله دراسه. رحت بقى ادور على شغل كبروجرامر، لا والله احنا عايزين هندسه او حاسبات، انت علوم كيمياء. لحد ما اشتغلت في واحده من اكبر شركات الميديا في الوطن العربي في الوقت دوت، راديو تلفزيون العرب، بس اشتغلت في الماركتنج وخدت التشالنج ووافقت عليه. قالوا لي انت هتشتغل معانا بدون مقابل وبدون وعد بالتثبيت، حتى لو كنت كفاءة جيدة جدا عندنا. ووافقت ان انا اشتغل بالطريقة ديت. استغليت بقى الكمبيوتر بروجرامينج، عملت سوفت وير يساعدني في شغلي. السوفت وير ده لما اتعرض بقى على التشيرمان بتاع الشركة الشيخ صالح كامل عليه رحمة الله، سأل هو مين اللي عامل السوفت وير دوت؟ ده ولد متدرب عندنا لسه جاي متخرج. مكافأة تثبيت، فضلت مكمل في راديو تلفزيون العرب 5 سنين عشان انيشيتيف انا خدتها ما كانتش مطلوبة مني وما كانتش موجودة على رادار الشركة ولا خطتها اصلا، بس الشركة ادتني البيئة العمل الصحية اللي تخلي الكلام ده يطلع للنور ويستخدم في المكان بشكل جيد.